بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. غادي نكملوا على موضوع أو فقرة المعجم الطنجاوي المندثر أو البائد أو المنسي كما قلت سابقا، ولكن في نطاق آخر، في نطاق أو في جملة أخرى تحمل دلالات تاريخية واجتماعية أيضا. والأمانة التاريخية فأنا غادي نقول لكم الظروف اللي جابتها، كيفاش عرفت أو كيفاش. فكنا أنا والسيد أحمد الحضري حفظه الله وبارك الله في صحته، وهو من ساكنة حي جنقبة العريق اللي هو الحي ديالنا، الحي اللي يعني بدي ولدت فيه، وأفتخر بكوني من أعرق الأحياء التي في المدينة القديمة. بعد صلاة الظهر خلال الأيامات الماضية والفائتة جبت الهضرة بيناتنا، وذكرني هو في سياق الكلام اللي كنا كنهضروا، فكرني بواحد الجملة في غاية مهمة جدا، وهي الراجل عنده 100 بغلة. وفعلا هذه الجملة كانت كتقال بزاف في المجتمع الطنجاوي ومجتمع فحص طنجة ومجتمع المحيط به فحص طنجة اللي هما مجتمع جبالة، وهذا مما لا يمكن أن نكرانه أيضا. ولكن أنا تفكرت كذلك واحد المقولة مستخرجة أيضا من هذه الجملة أو هذا التوصيف، اللي هي كانت في غالب الأحيان تقال على لسان النساء. وغادي نشوفوا أنا وياكم إن شاء الله، بحكم أنكم أصدقائي وأحباب عليا، وأنا كتعتزوا بيا وأنا كنعتز بكم طبعا. وغادي نخفيكم شي سرا، واحد النقطة في غاية الأهمية كذلك، والهضرة بحال كيقولوا الكلام يجر بعضه بعضا. أن أكثر من مرة كنبغي نوقف أنا النشاط ديالي في الفيسبوك في مواقع التواصل، ولكن كتجيبها كتكون ماشي نصلي ولا ماشي نقصبة ولا ماشي للدار، كنتلقى ناس وكيبقاو يسقسوني فين هاد الغيبة فين هاد الغيبة، وكيقولوا توحشناك. فبالتالي كنكون أنا ديك المحبين اللي ما كيتيحولكش يجتيناك في بالك، أو كيكونوا مخفيين بحال نقولوا جنود الخفاء، فكيخلوني دائما نضرب حسابات جديدة، بكون أنه لا بد أن أواصل نفس الضرب ونفس النهج الذي بدأته في سنة 2008 إلى يومنا هذا في مواقع التواصل، من أجل ترسيخ ثقافة القيم أولا، وترسيخ ثقافة أهل طنجة والحفاظ عليها، وأيضا في محاولة لتجميع ما تبدد وما اندثر من ثقافتنا. فالرجوع للموضوع كنقولوا أو كيتقال أو نطاق السياق التاريخي كيف قلت، كتقولوا الراجل عنده 100 بغلة. وهذا كيدل على واحد النقطة، أن هذا الرجل أو ذاك الرجل يعني من الطبقة الوسطى، فأصبح يتملك 100 ريال فضي حسني وبغلة للركوب. ف100 ريال فضي حسني في ذلك الوقت كان يشكل ثروة وسطى بالنسبة للعديد من الناس. ولكن في مقابل ذلك أن يكون له مصدر ثروة أو ثروة ودابة للركوب.
فبالتالي لا بد أن تكون له دابة أو وسيلة للركوب. فبغلة فهي ما هي تحت الحصان وما فوق الحمار، فهي من الوسيلة التي كان تستخدمها الطبقة الوسطى في المجتمع المحلي والمجتمع البدوي كذلك، وأيضا في مجتمع فحص طنجة. أما بكون أن هذا السياق التاريخي لهذه الكلمة التوصيفية مياه وبغلة هي كون أن 100 ريال حسني، يعني أن مباشرة كنعرفوا بأن هذه الجملة بدات التداول ديالها أو النطاق اللي خلق فيها النطاق الزمني هو ما بعد سنة 1893. وبالتالي هنا بدات إلى حدود 1919. إذا 1919 هو العام اللي بدا فيه تداول الفرنك المغربي في العملة وفي استصدارها، وتم توقيف ما يسمى بالريال. ولكن بقي هذا النطاق أو السياق بين الناس إلى حدود سنة 1940، لأن في منطقة طنجة، وليست هي كمنطقة مثلا المنطقة الإسبانية أو المنطقة الفرنسية، بحيث أنه كان في بلدنا هذه الناس كتأرخ ميلاد أولادها بقطع الحسن. وأنا أعوذ بالله من قولة أنا، الأم ديالي الله يرحمها كانت قد ولدت في قطع الحسن سنة 1936، وكانت دائما لما كنبغيو نتحققوا من تاريخ الولادة ديالها فكان دائما يقال هذا التاريخ أي السنة التي تم توقيف الريال الحسني من التداول، وهو سنة 1939. بعد ذلك غادي تبدا مرحلة أخرى، وهي المرحلة الثانية، وهذه هي المهمة في هذا الموضوع، ذلك أن النساء كنا يستخدمن ويستعملن كلمة ما عنديش مياه وبغلة. وهذا كتجي هذه الجملة في نطاق لما كتكون المرأة شي وحدة كتدار معها وكتبغي يعني تدخلها في نطاق أنها كبيرة في السن، فهذيك الكبيرة اللي كتكون كبيرة في السن كتقول ما عنديش مياه وبغلة، يعني ما عنديش 100 سنة 100 وبغلة، 100 وحذفت بغلة وبغلة، يعني ما عنديش 100 بغلة وبغلة، يعني كتقول لا ما عنديش 100 عام وعام. فأصبح نطاق السنة يعبر عليه بالبغلة. هذه هي النقطة اللي خصنا نتفاهموا فيها. فهنا إذا كنا غادي نفهموا هذه النقطة، هذا السياق هذا اللي تم، فحتى أنه في طنجة وفي الثلاثينات وفي العشرينات ملي كيجي شي واحد يهضر مع شي راجل كيبغي يقول له ما عقلتيش شي او شي حاجه، كيقول له ما جبرتينيش خلقت في عام الدقيوس. فكانوا كيعبروا الرجال على واحد على عدم كبارهم في السن بانهم في عام الدقيوس، والدقيوس هو ديكيوس الروماني الامبراطور اللي عاش في سنه 201 للميلاد. اصدقائي، نتمنى تكونوا استفدتوا.